إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. زادت الخسارة الأخيرة لفريق الوداد الرياضي ضد جوانين جالاكسي البوتسواني من انشغال المدرب عادل رمزي على مركز خط الوسط الميداني والهجومي إلى جانب مركز المهاجم الصريح الذي يبقى تعزيزه من أشد مطالبه. وأكد مصدر لموقع سيت إنفو أن رمزي غير مقتنع بالأداء المقدم من صناع اللعب الشاغلين لمركز خط الوسط الميداني والهجومي، ويتعلق الأمر بكل من عبد الله حيمود وسفيان أحناس اللذان لم يقدما الأداء الذي سيدفعهما لإرضاء المدرب. وتابع أن رمزي بات يطالب بتعزيز مركز خط الوسط الميدان الهجومي في الميركاتو الشتوي المقبل بعدما خاب ظنه في مستوى أحناس إلى جانب تراجع مستوى حيمود. وأصبحت صناعة اللعب في الوداد إشكال انتبه لها المدرب وباقي متتبعي الوداد الرياضي في المباراة الأخيرة، إلى جانب صيام كل من الشرقي البحري وجونيور بولي سامبو عن التهديف. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.